يا اهلا يا اهلا. اتمنى اكون جايه لكم بوعي اخر مختلف وفي وقت مختلف. وانا بحب الوقت الميت ده، اللي هو الوقت بقى اللي الناس يا اما واقفه تطبخ فيه عشان يتغدوا، يا اما راجعين من الشغل، يا اما مريحين كده، تحس ان محدش هيشوف، فحلو قوي كده. اطلع ابق الكلمتين اللي عندي واروح اعمل صينيه بطاطس ورز ان شاء الله يعني. بصوا بقى، دلوقتي انا عندي اكاونت اشتغلت عليه مع البيلي دانس فيتنس انستراكتور عائشه بابا كار. حكيت لكم انا ان انا رحت حضرت كورس الرقص الشرقي معاها. المهم اللي حصل ايه، ان احنا عملنا ريل، الريل جاب فيوز والدنيا لطيفه الاسبوع اللي فات، فجاب حوالي 70 فيو كده، وكانت الدنيا لطيفه وتمام ومفيش حاجه. الريل نزلنا ريل يوم الاحد، النهارده التلات الصبح اهو الريل عمل مليون فيو. جميل جميل وحاجه جميله، ادخلوا شوفوه. يعني هي مش قصه، مش دي قصه بقى، يعني مش دي قصه خالص. القصه في الكومنتس. في ايه؟ بالراحه. احنا في ايه يا ولاد؟ يا ولاد بالراحه على نفسنا كده. الكومنتس تنقسم ما بين ان المدافعين باستماتة عن الرقص المصري مش الشرقي، خناقه قايمه في الكومنتس على موضوع ان هو رقص مصري ولا شرقي، على اساس ان عيشه يعني مش مصريه، ست مولوده متربيه وعايشه طول عمرها في مصر. فكل العنصريه طالعه على فكره انه ازاي انت واحده مش مصريه وجايه بتعلمي الناس رقص وبتقولي عليه شرقي، انت بتاخدي مننا الهويه، وان الدلع والليونه والمرونه ومعرفش ايه مش هنلاقيهم غير في البنت المصريه. دي خناقه. بصوا، جهاد في الكومنتات على الحفاظ على الهويه المصريه عن طريق الرقص المصري. عايزين نحافظ على الهويه، تمام. الخناقه التانية اللي قايمه بتاعه حلال وحرام، وهنا لنا وقفه كبيره قوي. حلال وحرام دي مش عارفه اقول ايه بجد. مش عارفه اقول ايه. انا باخد اي حد بيتكلم من منطلق الحلال والحرام بستوعبه بفكره ان هو فلتكن منكم امه يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ده حاجه جميله ان انت توجه الناس، ممكن حد ما يعرفش، حد غافل، حد مش واخد باله، طالما ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه. احنا زي الفل زي الفل، تمام كده. هيا لؤي، ازيك؟ منور. الدنيا لطيفه لذيذه، احنا لحد هنا والدنيا حلوه. مشكله بقى الكومنتس اللي بتبقى مؤذيه، يعني اللي هو انت مش عارفه دينك، انت ازاي محجبه وطالعه تعملي هي بتتكلم، هي ست واقفه بتتكلم اصلا، طالعه تعملي كده وما اعرفش ايه والحاجات دي كلها، وبعدين بتقلب باهانات شخصيه، يعني اهانات في الشخص نفسه، يعني في شتايم في ادعاءات باطله هم ما يعرفوهاش اصلا، حاجات كده. فده كله لفت نظري. لا طبعا، يعني الاول عشان نستيت يعني فاكت، بتقول انه حوالي 10% من الكومنتس بتبقى بالطريقه دي، والباقي بيبقى كومنتس اللي هي تعليق عادي على الشكل، على الكونتنت، على رغبه، على مشاركه، كلام من ده. اللي لفت نظري انا بقى ايه بقى في موضوع الوعي الاخر ده، انه الكونشس كوميونيكيشن. بقى لي فتره لما اشتغلت في الماركتنج وبشوف المسجز اللي الناس بتبعتها في الانبوكس، بقى عندي رغبه عارمه قوي ان انا اطلع اقول للناس يا جماعه في حاجه اسمها كونشس كوميونيكيشن. لما انت تبعت تبقى اقول لك صباح الخير يا فلانه، وبعدين نبدا حوار، فابقى انا واعيه بافكاري ومشاعري وبالمسج اللي انا عايزه اوصلها لك من ورا الحوار ده، وانت كمان واعيه باستقبالك. يعني ما تاخديش كلامي وتقلبيه عليكي، يعني ما فهمتهوش، اعملي ريفلكتيف listening وقولي يعني انت قلتي لي دلوقتي انه الجو حر قوي، يعني انت قصدك ان انت مش عايزه تقومي تطبخي؟ فانا اقول لك لا، انا بقول لك احساسي ان انا حاسه ان الجو حر فانا هدخل اخد دش. ده اسمه ريفلكتيف listening. فاحنا بنعمل كده كونشيوس كوميونيكيشن، مش انا برمي كلام وانت بتستقبله وتفسره وتشيل وترد، كله بقى البروسيس شغاله جوه نفسك وانت ما فهمتنيش اصلا. حوار الطرشان، يعني انت مش فاهم انا اقصد ايه ولا انا عايز ايه ولا اي كلام من ده. فبقيت بشوف في المسجز بقى في الانبوكس، لما بيجي مسجز على اي اكونت ماسكاه، اتفرج كده على الناس ان هي تبدا تهاجم حتى لو دكتور. يعني هو دكتور بيقول انه حاجه فيري بيزك في الطب، فيري بيزك، ان اي واحده عندها تاخر حمل احنا لازم نعمل لها حاجه اسمها اشعه بالصبغه عشان نعمل تشخيص.
فاقول لها ما ينفعش ناخد منشطات من غير اشعه بالصبغه. لا على فكره الدكتور بتاعي اداني منشطات. فاقول لها خلاص اوكي، يعني اعملي اللي الدكتور بتاعك قاله لك طالما انت مرتاحه. لا انا عايزه اخد رايك. طب يا حبيبتي ما انا بقول لك الحقيقه وانت بتقاوحي، طب انت عايزه توصلي لايه؟ مفيش كونشس كوميونيكيشن، يعني هي مش حاطه جول من الهدف من الحوار. يعني حتى ايفن اف لو احنا بنقلش بنهزر، خلاص انا الجول بتاعي ان انا اتبسط، ان انا بعبع، ان انا افضفض. بس الفكره بتاعت ان انا يبقى الحوار واعي، اللي انا بقوله اقصده. فالناس بقى بتوع جهاد الكومنتات دول بيعملوا ايه؟ حبيبي انت عايز ايه؟ يعني انت داخل بجد بتوعظ انه ده حرام وده انا ماليش دعوه هو حرام ولا حلال. يعني حتى لو انت بتقول حرام وانا شايفاه حلال هعمله، لو الناس كلها بتقول حرام وانا شايفاه حلال انا هعمل اللي انا عايزاه في الاخر. لان كل واحد يعني كل اتيه يوم القيامه فردا، فانا هتحاسب على اللي انا بعمله. بس انت بقى تقعد تكتب 20 كومنت ورا بعض ورا بعض ورا بعض ان انت في النار، وان انت بتدعي للناس للفاحشه، انت شفت منها ايه؟ وان انت كده بتثيري شهوه الرجال. ليه؟ يعني ليه؟ مش انت عايز ايه؟ انت عايز تتحكم في الاخر عشان خاطر انت تكون مرتاح؟ ما ده مش conscious communication كده. احنا دلوقتي ده مش حوار هنطلع منه بحاجه، ده مش كومنت هادف. انا فعلا بقيت قاعده يعني عندي شغل تاني وقاعده عايزه اتابع المسجز، لانه في مسجز فعلا حقيره، يعني حقيره ده اقل ما يقال عنها. وفي كومنتس بتبقى مؤذيه جدا، انه الالفاظ خارجه وخادشه للحياء فعلا. فطب انا عايزه اشيل ده، لان من حقي ان انا عامله مجتمع بتاعي، من حقي جدا اختار ايه اللي يتقال فيه وايه اللي ما يتقالش. انت داخل عندي تقول كلام ما عجبنيش هشيلك وهعمل لك بلوك، ده من حقي. انا اخترت الحاجه اللي within my power zone، اللي within my control circle، ان انا اقدر اشيل ده. هشيله مش عشان انا رافضه رايك، بس عشان انا مش محترمه اللي انت بتقوله، ومش هقبل الاهانه. يعني مش هقبل الاهانه. ما عجبكش المحتوى اللي بتقدمه خلاص ابعد. قول كلمه فيها وعي. يعني انت بتنتقد حاجه، يعني بجد انا احترمت الناس اللي دخلوا يعدلوا عن هو رقص مصري ولا شرقي، بعيدا برضو عن اتفاقي من عدمه على اللي هم بيقولوه، لانه الرقص المصري اصلا في ديفيجنز كتير، يعني بورسعيدي وفولكلور واللي هو نوبي يعني في ديفيجنز كتير. فانت تقصد انهي مصري في الفولكلور؟ بس انا محترمه ان هو عنده بوينت اوف فيو، بس انت داخل تشتم الناس، استفدت ايه؟ فبقى كل بقى الكونسيرن بتاعي ازاي هو ما احافظ على طاقتي وهو ما يستهلكش طاقتي. يعني انا مضطره اقرا كل الكومنتس، مضطره، ده جزء من شغلي ان انا اشوف الفيدباك بتاع الناس، ما اعرفش اتجاهله. يعني انا عايز اشوف الفيدباك بتاع الناس. فانت ضيعت وقتك وضيعت وقتي. فاللي انا بعمله حاليا ايه؟ ان بركز قوي على موضوع الكونشس كوميونيكيشن، ان انا ارد ازاي. يعني الناس تبعت اسئله، حد بيبعت يسال يقول التفاصيل، فانا ابعت له اوكي يلا الاوتوميشن شغال وبيبعت التفاصيل، فتبدا ترجع تاني تسال التفاصيل. فابدا اسال سؤال، حضرتك عايز تعرفي ايه بالظبط؟ عايز اعرف التفاصيل، او التفاصيل اوريدي مكتوبه، عايز تعرفي ايه؟ نفس القصه بالنسبه للدكاتره. يعني انا عايز اعرف العنوان مكتوب في كل بوست. فطب حضرتك عايز تعرفي ايه في العنوان بالظبط؟ ابعتهولك لوكيشن؟ لا انا عايز اعرف هو فين، نبعته لوكيشن، نبعته مكتوب. ابعته بكل التفاصيل، يعني ناقص اخدها من ايديها واوديها؟ برضه تقولي مش فاهمه. طب ما يعني شوفين بقى اللي اسمها ايه، المسؤوليه الشخصيه، ان انت تعملي حاجه بنفسك. فالموضوع بتاع انا بسال ليه، انا بتكلم ليه، انا بقول الحاجه دي ليه. يعني انا ساعات بقول الحاجه وبعد ما اقولها بستوعب هو انا قلتها ليه، الاقي انه في حته ديب انسايد جوايا. هي شكلها هزار بس هي ديب انسايد جوايا. لا انا I mean something، انا فعلا حاسه بحاجه وطلعتها. فرجاء والله لو انت من الناس اللي بتعمل جهاد الكومنتس، نشر الفضيله عن طريق الكومنتات، راجع نفسك وانت عايز توصل لايه. خلاص انت عايز اللي هو تقول كلمه طيبه او تذكر الناس، قولها من غير ما تجرح حد. يعني حاول قدر المستطاع، لان بعد كده بتقلب شرشحه وخناقات شوارع وحاجه مش لطيفه خالص. لو انت عايز بس تثبت ان انت احسن من الاخرين، خليك فاهم ده، مستوعب ده، ان انت احسن من غيرك، تمام ماشي. بس بينك وبين نفسك يبقى فيه صدق، وتحاول بينك وبين نفسك ان انت تعمل اللي within your power zone، ومالكش دعوه بقى العالم الاخر فليذهب الى الجحيم. يعني انا عملت اللي انا اقدر عليه، انتوا عايزين تعملوا زي اعملوا، ما تعملوش خلاص. موضوع مزعج للغايه. بحاول حقيقي ان انا اخد نفس بعمق طول الوقت، اتنفس. بحاول اخد بالي ان انا ليميت السكرين تايم على قد ما اقدر، يعني عامله وقت معين كده ان انا ابص فيه على المسجز والكومنتس. الموضوع مزعج
ومؤذي، يعني مؤذي نفسيا ان انت تشوف بني ادم ما عملش اي حاجه غير ان هو طلع قال رايه بيتجرح فيه، يعني حاجه مش لطيفه. وفي المقابل طبعا في كلام حلو كتير، بس وبنقف عند الكلام الحلو برضه وبنشوفه وكل حاجه، بس ستيل يعني لو دي رساله انا نفسي اوصلها لكل الناس، انه لو سمحت وانت بتتكلم اعرف انت بتقول ده ليه. بس كده، دي كان الوعي الاخر في الديد تايم اللي احنا عاملين وقت ميت كده، وقت واقع ما فيهوش حد بيتفرج. بس اتمنى ان انتوا برضو يبقى في كونشس كوميونيكيشن بينكم وبين نفسكم عشان تعرفوا تعملوه مع الاخر. هحط لكم اللينك بقى بتاع الفيديو اللي عمل كل الحوارات والشقلباظات دي في اول كومنت. يومكم جميل.